السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله سبحانه وتعالى. سؤال هنا وهو الأشاعرة هل من أهل السنة؟ يكثر هذا السؤال، كثر هذا السؤال. الأشاعرة هل من أهل السنة؟ قال لك 95% من الأشاعرة هل من أهل السنة؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، إنما أحسن حالا من الرافضة، أحسن حالا من الجهمية، أحسن حالا من المعتزلة. يخالفون أهل السنة في الصفات والعقيدة، يخالفون أهل السنة في العلو الله سبحانه وتعالى على عرشه. الأشاعرة أخذوا بزمام الأشاعرة، ينسبون أنفسهم إلى أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما قال هذا المنكر الذي يقوله الأشاعرة. ابن إسماعيل بن الأشعري، ابن إسماعيل الأشعري هذا كان مع ابن كلاب، مسمي ابن كلاب. ابن كلاب هذا أبو موسى الأشعري مات وتركه أبوه وهو صغير، وكان زوج أمه تزوجت برجل آخر مسمي ابن الكلاب. هذا ابن الكلاب هذا كان منحرفا عن عقيدة الأشاعرة. هذا كان لا ينتمي إلى الأشاعرة، وإنما ابن كلاب هذا وابن إسماعيل الأشعري ألف كتابين لأنه هو ينتمي إلى مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقرأ كتاب أحمد بن حنبل قال أنا أؤمن بما جاء به أحمد بن حنبل، بما ألفه ابن حنبل. أما الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. من قال الأشاعرة من أهل السنة فهو يخالف العقيدة الإسلامية ويخالف. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم مبتدعة، العقيدة منحرفة، يستغيثون بالقبور ويستغيثون بالأموات. عقيدة التي تستغيث بالأموات لا قيمة لها، وتقول المدد مدد. نحن لا نستغيث بالأموات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نستغيث بالأموات. قال الله قال النبي، سكباو، قال الله قال النبي، صفي. أما الأشاعرة كثيرا منهم ينفون الصفات وينفون العلو الله سبحانه وتعالى على عرشه، ويخالفون أهل السنة في عقيدتهم منحرفة، عقيدتهم أفضل من الروافض وأفضل من السلام عليكم. والسلام عليكم.